لا 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 الا الشرف والكرامه. شفت عن الشوارب عند العرب؟ تعال احكي لك. القيم المعنويه للشوارب عند العرب مرتبطه بسياقات تقليديه، وشيء له علاقه بالشرف والكرامه والنخ والشارب اللي يعتبر رمز للهيبه وعلامه للرجوله والنضج، وكمان مرتبط بالشرف والكلمه. ليش؟ لأن الواحد لما يمسك على شاربه ويحلف فيه معناته لازم يكون قد الحكي، وهذا الشيء كناية إن الشخص ربطه بكرامته وكبريائه. إذا هدد بحلق شاربه معناته عم يكون يأكد على صدق قوله ووعده، وإذا ما كان هالقول صحيح فحلق الشوارب هي إهانة وعار. بس ليش؟ لأنه كان حلق الشارب نوع من العقوبة والإذلال للشخص اللي يخون العهد ويخون الشرف. وبعض العادات البدوية والقبيلية كانوا يستخدموها لاجتثاث الرجولة من الشخص اللي يخل بمبادئ القبيل. وهذا الشيء لسه محتفظين فيه بأهل الريف، وأكثر شيء القبائل اللي معتبرينه رمز محتفظ بمكانته. أما بالمدينة والمجتمعات المتطورة تركوا هاي التفاصيل واستغنوا عنها وتركوها معنى مجازي، وبيعتقدوا أن الحكم على الرجولة أبداً مو مرتبط بالشوارب. وهلا احكي لي أنت، هل الرجولة مرتبطة بالشوارب؟ أنا أسامة وهي منصة ويب.